طريق الكباش اللي هو ده حكاية تانية ومتعة تانية وآثار تانية وتاريخ تاني. هنا مشى ملوك وملوك. يلا تعالوا نكمل باقي الحكاية. شايفين الجمال؟ هي دي الحكاوي بقى المصري الأصيلة اللي هي بتتكلم بقى عن نفسها. خليكم بقى معايا كده. الله الله على الجمال، الله الله. تحس انك انت كده داخل حكاية اصلا. شايفين؟ ده معبد الأقصر، وده حكايته اللي هنحكيها مع بعض براحتنا، لكن نخلي الصورة تتكلم. علمونا في كلية إعلام إن الصورة بتكون تحكي أكتر من 1000 كلمة، لكن النهاردة فيديو هيحكي بقى التاريخ كله. أهو هاي، خليكم بقى معايا. احنا كده داخلين على طريق الكباش، والتاريخ كله. طريق طوله حوالي 2700 متر، في معدل فيه 1200 من الكباش اللي هم حراس امون. ده الطريق اللي بيوصلنا لمعبد الكرنك. يبقى من معبد الاقصر اهو ورانا، وندخل على اول طريق الكباش. شايفين؟ هي دي الكباش، وتم كمان في كرنفال عالمي تطويرها. الله الله. ممكن نقول بقى لاجدادنا كده يعني السلام عليكم. يستحقوا السلام، واللي يستحقوا كمان التقدير، لان احنا يعني كاحفادهم بجد عايشين في عزه بسببهم، عايشين في فخر كده بسببهم. انا النهارده على ارض مصريه، الاقصر الحبيبه، وكل العالم عندي، انا مش عند حد. شايفين حضراتكم؟ كل العالم، كل الجنسيات، اللي بيتصور واللي بيعمل لنفسه ذكرى واللي بيرجع يحكي لاجداده واحفاده ان في مصر فيها تاريخ، فيها تاريخ وافتخر. ده طريق الكباش. لو مشينا بقى الطريق كله لحوالي زي ما انا قلت 2700 متر، هنوصل لمعبد الكرنك. يعني تاريخ ممتد لتاريخ تاني اللي هو ده، اللي هو معبد الأقصر. طيب نحكي ايه بقى تاني؟ ما نحكيش، نستمتع بحكاوي مصري الجديد والحصري، صح؟ وعلشانكم وعلشان بلدنا نسافر في اي مكان ناخد الصوره من قلب الحدث زي ما بيقولوا كده، او زي ما علمونا في الاعلام انك يعني هات المعلومه من مصدرها. لكن احنا مصدرها ايه؟ ده احنا النهارده يعني بيعرف بنلمس كده مع حبايبنا ومع اجدادنا ومع المتعه. يعني خلينا بقى نلمس ونسلم على كبش من الكباش اللي هو حراس امون.